بيان إلى الرأي العام إن الشعوب التي تتعرض في إيران عامة والمرأة بشكل خاص في عمق واعتقالات في السجون من قبل النظام الملالي الإيراني والأنظمة الدكتاتورية بحق الناشطات والمتظاهرين المدنيين والسياسيين، حيث اشتد القمع منذ بداية الانتفاضة الإيرانية على مستوى البلاد ولا يزال مستمرا، حيث قام النظام الإيراني بقمع جميع حقوق حرية المرأة والفرد والمجتمع والشعب الإيراني بإيديولوجيته الدينية المتطرفة وعقليته الذكورية الرجعية منذ نصف قرن، منذ حرم بنظامه المتعصب جنسيا ودينيا المرأة والشعوب الإيرانية من جميع حقوق الإنسانية تحت مسمى الدين. وفي مواجهة هذا النظام القمعي لم يتخلى الشعب والمجتمع الإيراني على الانتفاضة بريادة المرأة والمطالبة بحريته، ولم تتمكن لا عمليات الإعدام ولا السجن من جعل هذا الشعب يتراجع، ولم يتمكن النظام الإيراني من كسر قوة وإرادة الشعب المناضل. وقد تم الحكم على الناشطات في مجال حقوق المرأة الصحفية بخشان عزيزي والناشطة شريفة محمدي بالإعدام بسبب عضويتهم إلى الحركات المعارضة للنظام الإيراني القمعي. ونحن بمنظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة في إقليم شمال شرق سوريا ندين وبشدة الانتهاكات بحق المرأة الإيرانية التي تعمل من أجل حرية المجتمع والإنسانية، كما ندين قرار الإعدام الصادر بحق الناشطتين، حيث هذا القرار مخالف لجميع القوانين والأحكام الدولية لحقوق الإنسان والصحفيين. ونطالب جميع منظمات حقوق الإنسان والحركات النسائية والمنظمات المعنية لإيصال صوت المرأة الإيرانية والمجتمع الإيراني، كما ندعو المنظمات الدولية الالتزام بمسؤولياتها وواجباتها والعمل على إلغاء قرار الإعدام والوقوف ضد هذه الممارسات اللا إنسانية والانتهاكات والمجازر التي ترتكب بحق المرأة والمجتمع عموما ومحاسبة المسؤولين عنها. نحيي المسيرة المنددة بالهند التي قامت بها النساء الهنديات بحق الطبيبة التي قتلوها واغتصبوها، وتحت شعار جنجيان آزادي. منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة 18/8/2024. جنجيان آزادي، جنجيان آزادي، جنجيان آزادي.